السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معاكم دكتور محمد الهلالي من مركزنا دلتا هير كلينيك. ان شاء الله هنتابع معاكم السلسله اللي بدانا فيها في استعراض نتائج حالاتنا والشرح للاختلاف ما بين كل حاله وليه النتائج بتختلف وازاي بناخد القرار في عدد الجرافتات، في مساحه الرسمه، في خط الجبهه، في بروتوكول العلاج. ان شاء الله هنبدا بالحاله بتاع النهارده هنشرحها لحضراتكم. ده عميلنا العزيز كان عنده صلع من الدرجة الرابعة. كان واخد الجنبين بصورة أكبر، وكان في جزء من الشعر في المنتصف محافظ عليه. ده المنظر من فوق. ده المنظر الأمامي. الحمد لله احنا زرعنا 2500 جرافت، ودي نتيجة بعد 6 شهور. ده الحمد لله المنظر من اعلى، يعني الحمد لله شكله طبيعي جدا جدا جدا. حتى التعليقات منه من اصدقائه ان الحمد لله ما حدش بيعرف ان هو زارع خالص. ده خط الجبهه الامامي، الامور بالنسبه له الحمد لله كانت مرضيه جدا. طبعا احنا نصحناه ان هو ياخد علاج علشان يحافظ على الشعر الموجود قبل الزراعه، والحمد لله هو التزم. وده ظاهر معانا حتى ان الجزء اللي ما تمش فيه الزراعه في الجزء الخلفي والجزء المنتصف كان فيه زراعه جرافتات عدد قليل شويه. الحمد لله الامور كويسه جدا جدا جدا. دي حاله بتوضح لنا ان في نتائج بتبقى ظريفه جدا من مرحله واحده، وبتبقى الامور افضل كمان مع الالتزام على العلاج. هنستعرض مع حضراتكم حاله تانية. دي حالة يا جماعة كان يعني صلع لو اتساب هيدخل على درجة سادسة. يعني منطقة الراس من فوق فيها شعر أي نعم، لكن العميل ما كانش بيقدر إن هو يسرحه بالقدر الكافي، خاصة إن خط الجبهة كان مفقود تماما والجزء الأمامي من الرأس كان مفيش فيه شعر. إحنا اتكلمنا معاه إن إحنا الشعر الموجود قبل الزراعة لازم نحافظ عليه. لازم نحافظ عليه. المحافظة على الشعر ده بتخلي نتيجة الزراعة أحسن كتير. يعني احنا لو هنعتبر حسبة بسيطة خالص، اعتبرنا ان دول 100 جرافت وهنزرع عليهم 150 جرافت تبقى 250 جرافت. لكن لو سيبنا دول يقعوا هيبقى المحصلة النهائية بدل 250 بقت 150. طبعا دي ارقام مجازية، لكن هنيجي بقى الارقام الحقيقية. الحمد لله احنا النتيجة دي 10 شهور 2500 جرافت. الحمد لله الكثافة اتحسنت جدا جدا جدا، خاصة مع التزامه على العلاج. الشعر المزروع النمو بتاعه اسرع طبعا، والشعر الموجود قبل الزراعة بدأ يتقل. ده المنظر من فوق. يعني اعتقد المقارنه ما بين الصورتين واضحه جدا جدا جدا. قد ايه تخطيط لزراعه بخطه مناسبه بتوزيع جرافتات طبيعي بخط جبهه مناسب بالتزام على العلاج ده بيحسن النتيجه. يعني حضراتكم لو لاحظتم، يعني الحمد لله هو ومعارفه مبسوطين جدا 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 بالنتيجه، وبيقولوا فعلا يعني احنا مش ملاحظين ان حد بيعلق ان هو زارع او ان خط الجبهه مش طبيعي. يعني انا بفتكر ان انا وانا ببعت له الصور قبل، فعلا قال لي انا نسيت شكلي قبل الزراعه كان ازاي. هنستعرض مع حضراتكم حاله كمان. ده صلع درجه سادسه يا جماعه. طبعا المنطقه اللي فوق ما كانش فيها اي شعر خالص. في نقطة هنا عايز أوضحها لحضراتكم، السحبتين اللي في الجنب. في ناس كتير بتتضايق يقول لك السبعتين دول علينا دكتور مش هيبقى شكلهم طبيعي معانا. لما نشوف النتيجة ونتناقش فيها حضرتك هتستوعبوا الشكل الطبيعي ده لازمته ايه. ده شكل الرسمة، ده شكل النتيجة. ده التصميم ده هو التصميم الذكوري الطبيعي. ما ينفعش ان انا درجة صلع متقدمة اعمل له خط جبهة قليل على مستوى منخفض واعمل له سبعات مقفولة. ده حضرتك هيهدر معانا جرافتات كتير، هيبقى على حساب الكثافة ورا. دي النتيجة بتاعتنا. ده 2500 جرافت 7 شهور. الحمد لله الفرق واضح جدا جدا جدا. ما شاء الله خط الجبهة طبيعي تماما. يعني الحمد لله الحمد لله درجة الرضا عند العميل بتاعنا ممتازة. وهو طبعا في المستقبل لو حب يعمل مرحلة تانية ان شاء الله نقدر نعملها له بإذن الله. استعرضنا مع حضراتكم النهاردة 3 حالات كان فيهم اختلاف شوية. الحمد لله كلهم نتائج مميزة. بإذن الله تعالى نقدر نحافظ على السلسلة في الفترة الجاية، ونشرح لحضراتكم الفرق ما بين الحالات ونوضح النتائج عندنا، وبإذن الله الأمور تبقى أحسن معاكم وتنورونا وتشرفونا. السلام عليكم.